تعالوا نعمل مع بعض الكريب الحلو بطريقة حلوة جدا ومقادير مظبوطة. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة عندي 2.4 كوباية من اللبن، عليهم 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، فانيليا، 3 معالق كبار من الزبدة، 3 معالق كبار من السكر. هنضرب المكونات دي الاول في الخلاط وبعد كده هضيف عليهم 2 إلى 2.4 من الدقيق. ده شكل الخليط اللي انا عايزاه، خليط سائل. عندي طاسة على النار مش سخنة اوي، درجة حرارة اقل من المتوسطة. هحط خليط الكريب واول ما يبدأ يفصل عن الطاسة هقلبه على الناحية التانية. بين كل واحدة كريب والتانية هحاول انا اريح الطاسة شوية عشان متبقاش سخنة قوي وتبوظ مني الكريب. شايفين بقى بعد ما خلصت كل الكمية اللي معايا، مش قادرة اقول لكم العجينة تحفة، طعمها حلو قوي. جربوا الطريقة دي، مقاديرها مظبوطة جدا. اهم حاجة في الكريب بيبقى رفيع، بيبقى احلى بكتير قوي. زينتها بالنوتيلا من فوق شوية من الفواكه، وبجد احلى فطار هتعملوه بألف هنا.